مريم طفلة عندها 9 سنين في تالتة ابتدائي من شبين القناطر. مريم كل يوم بتاخد اختها وبيروحوا يجيبوا برسيم من مكان كده جنب وحدة صحية. المكان ده في قريتهم اسمه العطارة في شبين القناطر. هناك بقى شافها حارس امن يعني غفير للوحدة الصحية، نده عليها من بعيد وقال لها تعالي يا مريم خدي ال100 جنيه دي يا حبيبتي وروحي اشتري لي حاجات من الدكان. وهي عشان طيبة وبنت اصول راحت تاخد منه الحاجة وتشوفه هو عايز ايه تشتريها له، وهو لسه بيديها ال100 جنيه راح مسكها جامد وشدتها جوه الدكان اللي قاعد فيه بيحرسه. وهي تصوت مهما تصوت اخر ما تعبته راح مطلع سلاح ابيض وحطه عند رقبتها وقال لها لو سمعت صوتك تاني هعورك واوديك المستشفى. وابتدى ان هو يتعدى عليها. بعد فترة من الوقت الراجل ده عايز مريم تاني، فيعمل ايه؟ يبعت بنته تنده مريم وتقول لها تعالي معايا نروح الكتاب. ومريم خرجت معاها وودتها لغاية والدها وسابتها ومشيت، وابتدى يقرر التعدي عليها ويهددها. الموضوع ده ما حصلش مرة ولا اتنين، ده اكتر من مرة، وابتدى انه يبعت بنته عشان تجيب مريم. والدتها وهي ماشية في الأوضة لقت بنتها منهارة من العياط وقافلة على نفسها 24 ساعة ونفسيتها تعبانة. لما ضغطت عليها عشان تعرف في ايه مريم مالها، وبعد ضغط طويل مريم حكت اللي حصل لها. الأهل بلغت الشرطة والشرطة اتحركت فورا وقبضت على المتهم. الأب بيطالب